السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وإن شاء الله فيديو جديد. النهاردة بقى معانا روتين اللي هو فعلا المهمة الصعبة بالنسبة لي، روتين المطبخ. ومش بيبقى بالنسبة لي بس، ده بيبقى لمعظمنا كلنا جميعا، ان هو فعلا المطبخ ده بيكون دمه تقيل قوي، مش عارفة ليه. يلا بقى نشوف تنظيفنا العميق للمطبخ. طبعا انا عملته على يومين، الروتين ده جزأته على يومين، وبدأت ان انا بقى ايه اخلص حتة حتة كده عشان احس ان انا راضية عنها. زي ما انا قلت لكم، في التنظيف العميق انا بعمله بضمير قوي، بذمة قوي. المكان اللي بخشه بديله حقه، علشان هو روتين سنوي بنعمله على طول قبل رمضان. طبعا شكل الرخامة وشكل اللزق ده اتغير كده ولونه راح. في فرق طبعا من اللي ملزوق فوق على الحيطه ومن اللي ملزوق على الرخام، عشان كنت بغسله وبصبنه فلونه راح خالص. فقررت بقى ان انا اشيله ونرجع شكل الرخامه زي الاول تاني. تعبت في الرخامه جدا وخدت مني وقت ومجهود، بس الحمد لله شلتها وشلت كل الورق اللي عليها. بدأت بالسكينة كده ان انا اخليها كده واطلعها على طول. بدأت ان هي تطلع معايا بكل سهولة. وبعد كده بقى غليت مية وبدأت ان انا بوشه بالمية الماء السخنة، عشان اقدر ان انا انضفه بكل سهولة. زي ما انا قلت لكم، روتين المطبخ متعب، فجزأته على نفسي لمدة يومين. جزأت الشقة كلها وكنا كل يوم بننزل روتين مع بعض. بدأت بقى ان انا اخلص كده، واللي انا اقدر ان انا اعمله بالسكينة كده بدأت اعمله، وبدأت ان انا اشيله عشان فعلا شكله اتغير جدا، وحاسة ان هو ما بقاش حلو يعني في المطبخ وكده. فقلنا نغير كده، ولو مثلا في فكرة تانية هعملها هبقى اعملها معاكم بإذن الله. بس انا خلصت المطبخ ولحد دلوقتي انا ما عملتش اي حاجة. نضفنا الرخامة، شايفين خدتها كده يعني على الحامي زي ما بيقولوا. هننضف بقى كل المطبخ، هبدأ بقى من فوق لتحت. المكان اللي هدخله هبدأ ان انا اغسله وانضف الحاجة، وهنضف طقم التوابل، وهنفضل في ماشيين كده من فوق لتحت. فيلا بينا بقى نستعين بالله ونقول بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، علشان كل حاجة تهون. عشان فعلا المطبخ بيبقى متعب جدا يا بنات، وفعلا بيبقى فيه دهون وحاجات كتير بتبقى عايزه تتعمل. وزي ما انا قلت لكم روتين سنوي، يعني احنا بقالنا سنه كده ما عملناش حاجه في المطبخ غير اللي هو الترويق العادي بتاع كل يوم، وان انت تصبين المطبخ من بره، مش بننزل الظرف على طول. فيلا بينا بقى نبدا ونقول بسم الله. طقم التوابل عندي نضيف، انا كنت عاملاه قريب، فهيبقى معلوم مسحه بس كده من بره بفوطه نضيفه تكون مبلوله كده، وهنرجع نرصه تاني. يلا بينا بقى هنبدا ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. بدات بقى ان انا المكان اللي انا هروقه هخليه معاكم، علشان نبدا ان احنا نرتب الدنيا كده. زي ما انا قلت لكم، طقم التوابل عندي كان نضيف، انا كنت غسلاه قريب يعني، وكنت منشفاه وكنت حاطه فيه التوابل بتاعته. كان قريب. هبدا دلوقتي بقى ان انا انضفه كده. هنزل بقى عشان انضف طقم التوابل، وهبدا الحته اللي انا هاخدها هنزل بيها كده من فوق لتحت، علشان نخلص كله مره واحده وما نحسش يعني بمجهود. بس طبعا انا خد مني مجهود يعني يومين، يعني يومين في المطبخ، فخد مني يومين كاملين. يوم عملت المطبخ من جوه بالحلل بكل حاجة، بالكوبايات من فوق، بدولاب الخزين، بالتوابل، وغسلت اللي هو الستاند بتاع البصل والبطاطس والحاجات اللي انا حطاها في المطبخ. ويوم عملت التلاجة وعملت الفريزر، ففعلا كان مجهود شق يعني، بس الحمد لله تم بنجاح. هبدا ان انا بقى انزل كل حاجه كده، وهبدا ان انا اغسل امسحها كده بفوطه زي ما انا قلت لكم مبلوله. انا كنت غسلاه قريب وكان نضيف، فمش محتاج غسيل تاني. هنبدا بقى ان احنا نرص التوابل بتاعتنا مكانها تاني، وبالفعل ان احنا خلصنا المكان اللي فوق. لو انت لسه جديده معايا في القناه، ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك في القناه وكومنت حلو منك لو قناتي عجبتك، او لو شجعتك او عرفتك اي فكره ساعدتك ان انت تروقي بكل سهوله يعني. انا دايما بحب النظام في الترويق، يعني لما باجي اروق ما بحبش ان انا الدنيا كلها تبقى مكركبه حواليا، بحس ان انا مش بنجز حاجه ولا بعرف اعمل حاجه. انما لما باجي اروق بنظام فعلا، بس بحس ان انا نفسيتي مرتاحه. يعني انا حتى مثلا لو هاجي اروق المطبخ، ببقى الاوض بتاعه النوم متروقه. لو انا نشر غسيل بلم الغسيل واطبقه واحطه في الدولاب قبل ما هخش على الروتين اللي انا هعمله. وزي ما انا قلت لكم، انا جزأت على نفسي كل يوم حاجه عشان اقدر ان انا اتقنها واقدر ان انا انضفها، ولما ابص لها احس بنظافتها، يعني احس ان انا من ناحيتها مبسوطة، عشان المكان ده فعلا نضف زي ما انا كنت عايزة. هبدأ بقى انزل في المطبخ من تحت، شايفين الدنيا عاملة ازاي. هنبدأ بقى ان احنا نشيل كل حاجة كده، ولما نشيل كل حاجة نبدأ ان احنا نغسلها وننضفها، نبدأ ان احنا ننشفها، نبدأ ان احنا نرجعها مكانها، نرصها بنظام. ففعلا النظام اساس الترويق. انت لو نظمتي كل حاجة بتعمليها هتلاقي الدنيا بتهون حواليكي، وهتلاقي الدنيا مترتبة، وهتلاقي الدنيا حلوة.
بدأت ان انا بقى ايه الدولاب اللي تحت بقى ده هنزل عليه، هبدأ ان انا بقى اشيل كل حاجة. بدأت اصبن يا بنات وادلق مية كده، بقيت بدلق مية في قلب المطبخ كده وارجع انشف تاني. يعني انا عن نفسي المية دي والصابون وان انا اغسل كده واصبن والاقي رغوة كتير كده، بحس براحة نفسية. وطبعا نتيجة تعبنا ده هنشوفه لما نفرش الشقة بقى الفرش الاخير. انا بعمل معاكم روتينات بس من غير فرش، هنفرش بقى الفرش الاخير بتاع الشقة في فيديو هيكون منفصل باذن الله. نفرش بقى حاجات رمضان ونعلق بقى الزينة والحاجات الحلوة دي. فانا بعمل معاكم الوقت الروتينات اللي هي التنظيف العميق ومش بفرش، لكن لما نيجي نفرش ان شاء الله هنفرش مع بعض كل حاجة. بدأنا كده ان احنا كنا نشيل بقى كل العلب وكل حاجة كده تحت. هنبدأ ان احنا ننضف مكانها تنظيف حلو بقى بالبريل والسلك، وبعد كده ندلق مية وننشف، وبعد كده نرجع كل حاجة مكانها. شايفين النظام عامل ازاي؟ طلعت كل حاجة على الرخامة، غسلت كل حاجة وخلصت الحتة دي. هيبقى عندي بقى ايه تصبين الدولاب من بره. هبدأ ان انا بقى اجيب السلكة برضو والبريل ونبدأ ان احنا بقى نصبن حلو، وابدأ برضو ادلق مية وننضف كل بقى البواقي الصابون وبواقي الدهون، اي حاجة على المطبخ من بره هتبدأ ان هي ايه تنزل كده. وهتلاقي حتى الالمونتال بتاعك بيلمع في لمعة من نظافة حلوة اوي. هنبدأ بقى ان احنا نخلص الناحية دي خالص، وبرده اللي عملناه هنا هنعمله الناحية التانية لحد لما نخلص. شايفين لمعة الالمونتال بعد لما بشرت مية كتير وبعد لما نضيف؟ فعلا النظافة شوية مية وصابون كل حاجة بتبقى حلوة حوالينا، وكل حاجة بيبقى ليها ريحة كده حلوة. خلصنا الجزء ده كله. كانت الرخامه من فوق برضو صبنتها وخلصتها، وزي ما انا قلت لكم شلت كل اللزق اللي عليها. هنبدا ان احنا بقى ندلق ميه كده، وهنخش برضو على الناحيه التانية. اي مكان بدخله بخلصه من والى عشان ما كركبش الدنيا حواليا. شايفين برضو دي بقى فيها مكان الخلاط والحاجات بتاعه الخلاط اللي احنا مش بنستخدمها. إيه حاجات مثلا ركناها ولا حاجه سايباها. هبدا بقى ان انا برضو ارش ميه زي ما انتم شايفين، وروقت الدرجين بتوع المطبخ من فوق. يعني خلصت كل حاجه. ربنا والله العظيم بيهون يا بنات، وما بترمي حمولك على ربنا تحس ان هو بيقف معاكي كده وبتخلصي كل حاجة بأمر ربنا يعني. إيه طلعنا برضو الحلل والحاجات دي طبعا الحلل والحاجات اللي احنا بنستخدمها. همسك برضو الدولاب اغسله، وهبدأ ان انا ادلق في مية، وبعد كده هنشفه تنشفة حلوة، ونرجع نرص بقى الحلل بتاعتنا بنظام. بنكون كده احنا خلصنا بقى كل الجزء بتاع المطبخ ده من فوق. هعمل كمان اللي هي المطبقية بتاعت في اليوم ده عملت المطبقية كمان بتاعتي بتاعت الاطباق والحاجات اللي انا بستخدمها. عملتها بالمرة. وزي ما انا قلت لكم فضيت الستاند بتاع التوابل وبتاع البصل والثوم والحاجات دي وعملتها. غسلت الحاجات اللي انا كنت رصاها على الرخامة، غسلت طقم التوزيع، غسلت المعالق، الرخامة والمكان ده كله كان تمام. هنقفل بقى الفيديو على كده، ويبقى نيجي بقى تاني يوم بكرة ان شاء الله ونخلص مع بعض الفريزر والتلاجة. البوتاجاز طبعا انا كان ايدي فيه على طول، وكان مركبه الغاز من اسبوع كده، فمسكته عملت له تنظيف عميق قبل ما بتوع الغاز يجولي. فالبوتاجاز عندي نضيف الحمد لله. وكنا عاملين مع بعض روتين للغساله، هنعمل لها برده لمعه كده او ننضفها كده من بره بعد لما نخلص في الفرش بتاعنا عشان يبقى كل حاجه نضيفه باذن الله. ده روتين كده خلصناه. يلا بقى تاني يوم صباح الفل وصباح النشاط. يلا بينا نشوف تاني يوم هنعمل ايه. الشباك طبعا ده انا مش بفتحه، فالشباك ده هيكون عايز يتروق وهيكون عايز يتنضف. الفريزر طبعا عايزين ننضفه وعايزين نسلح التلج اللي فيه. انا بسيحه كده بطريقه حلوه. كان بتاع الفريزرات يعني كان قايل لي عليها. هنرتب بقى الادراج، هنفتح الشباك بقى ونهوي ونغسل الفريزر غسله بنت حلال. وبرده هنعمل التلاجة. اليوم ده بس خدت التلاجة وخدت الفريزر، وحاسه ان الوقت بتاع التلاجة والفريزر يعني خدت فيهم وقت كبير ومجهود زي المطبخ بالظبط. خدوا معايا وقت كبير جدا والله. فهم كان يومين ارهاق للمطبخ، بس فعلا المطبخ عندي ظهر ونضف. خلصنا الفريزر اهو، ورصينا كده الحاجه بتاعته على الارض. طبعا احنا بقينا نشطب حاجات الفريزر دلوقتي. غسلنا برضو الادراج، وبدأنا ان احنا حطينا هنا زي ما انتوا شايفين المية السخنة اللي هي هتدوب التلج. هنروح بقى على التلاجة. التلاجة عايزة تنظيف وعايزة ترويق حلو جدا. هننضفها برضو ونغسلها ونرجع نرصها تاني. والفريزر عندي فوق ما بحطش فيه غير الفينو بتاع الولاد، ولو عندي عيش ولا حاجة، وكان في كام ازازة تلج كده هنطلعهم. يعني ما كانش في حاجات كتير عندي. مسكته كده كلها غسلتها من فوق لتحت، رجعتها جديدة.
وده كان روتيني معاكم في المطبخ. طبعا احنا بقول لكم مقتطفات من اللي انا عملته، بس شوف انا بادئه المطبخ وكان الدنيا كانت بالنهار وخلصت وهو بالليل. احنا بنقول لكم المضمون في الفيديو، بس طبعا ال10 دقايق دول خلاصة يومين، مش اقل من 5 6 ساعات او 7 ساعات في المطبخ، ان انت تخلصيه خلاصة اليومين بيكونوا خلاصة ال10 دقايق دول. اتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، عشان فعلا انا بتعب جدا عشان اوصل لكم الفيديوهات دي. يعني انا مش بطلع اتكلم في محتوى اي حاجة، او مش لازم ان انا اطلع اعرض حياتي على الملأ واقول انا بيني مشكلة وعندي مشاكل وبيني وبين جوزي وكده. لا، انا بقدم محتوى هادف وعاملة حياتي الخاصة حاجة لوحدها بعيد عن القناة. اتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك.